بداية 2023 مهم جدا لوضع خطة عمل من أجل المرحلة القادمة، وكيف يمكن للمؤتمر الإسلامي أن يكون حسب متطلبات المرحلة التي نعيشها كإنسانية وكمنطقة. وهذه الحرب لها أبعاد كثيرة. يمكننا القول بأن البعد الأساسي في هذه الحرب هي بأنها حرب فكرية وحرب إيديولوجية. الأزمة الموجودة من الناحية الفكرية، من الناحية المعنوية، من الناحية الثقافية، الأزمة الموجودة من ناحية الإيمان، كل هذه الأزمات هي التي تؤدي إلى أزمات أخرى، وكل ما نعيشه اليوم هو من تداعيات هذه الأزمة الموجودة. إذا لم يكن هناك أزمة روحية أو أزمة فكرية فلن يكن هناك أيضا أزمات أخرى. كل الأفكار وكل المقاربات الغير صحيحة للإسلام التي تشوه صورة الإسلام. حقيقة إذا ما عملنا على تفسير الإسلام بشكل علمي وبشكل صحيح وبعيدا عن التفسيرات التعصبية، يمكن أن نجد حلول كل المشاكل في الإسلام الديمقراطي والإسلام الحقيقي.